السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا اشرح لكم حاجة مهمة جدا يمكن بعضكم ما شافهاش معانا على القناة التانية، وهي فرصة كويسة جدا جدا للربح من خلال منصة باينانس. في منصة باينانس في حاجة بتسمى اللانش بول او منصة الاطلاق. الموضوع ده بيجي اكتر من مرة واتعمل لحد دلوقتي 46 مرة، واللي احنا هنعمله دلوقتي هو العرض رقم 47. طب ايه اللي بيحصل في اللانش بول او منصة الاطلاق؟ بتكون في عملة جديدة داخلة السوق، والعملة دي بتبقى موجودة في منصة الاطلاق، وبيكون مطلوب منك انت انك بتخزن جزء من المال بتاعك، من رأس مالك. مش بتدفعه في حتة، مش بتديه لحد، مش بيروح عليك، بيفضل زي ما هو في حسابك، ولكن بتركنه على جنب لحد مدة الإطلاق ما تنتهي أو تخزين العملة ما ينتهي. وبناء على الرقم اللي انت بتخزنه للعملة بيجي لك عائد من العملة الجديدة اللي هيتم طرحها تقدر تبيعه. عشان تفهم معايا أكتر، بصوا القائمة اللي قدامنا دي يا شباب، هندوس كده على كلمة القوائم الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين هنا مكتوب عملة بورتال مجمع الإطلاق، ودي العملة اللي هيتم طرحها خلال الأيام اللي جاية، تحديدا بعد 7 أيام أو أقل من 7 أيام. فأنت اللي بيكون مطلوب منك إنك بتشيل جزء من مبلغ خاص بيك أنت على الجنب، بتعمل له ستيكنج أو تخزين لمدة ال7 أيام، وبعد كده بيرجع لك المبلغ هو ومعاه قيم من العملة دي، من المشروع بتاع العملة دي، وانت بتبدأ بقى تتصرف بيه اول لما بينزل السوق بالطريقة اللي تعجبك، تبيعه وتخليه معاك لربما سعره يغلى بعد كده. طيب ازاي نعمل حاجه زي كده يا ابو ملك؟ كل اللي حضرتك هتعمله لما تخش على محفظتك هتضغط على قوائم جديده، هتظهر قدامك العمله هنا. ممكن ما تبقاش معاك هنا، ما تظهرش هنا، ممكن ما تظهرش. تعمل ايه؟ هتطلع في علامه البحث اللي فوق دي يا شباب بالشكل ده، وتبدا تكتب لانش بول او منصه الاطلاق زي ما انا كاتبها هنا، منصه الاطلاق او اللانش بول، منصه الاطلاق. ضغطت عليها يا شباب، فتح معايا الصفحة اللي حضرتك شايفها دي. بيقول لي دي عملة بورتال اللي هيتم طرحها بعد 7 ايام، والعملة دي المشروع بتاعها عبارة عن موقع العاب، والعملة دي بيتم استخدامها في شراء عناصر داخل اللعب دي. والشركة عايزة تسهل على اللاعبين بتجميع الالعاب في منصة واحدة واستخدام عملة بورتال في شراء العناصر، وده ما يدل ان مشروع العمله مشروع قوي، وممكن لما تنزل سوق التداول يكون سعرها كويس جدا جدا. طيب ازاي ابدا اعمل الموضوع ده يا شباب؟ انت عندك هنا عمله الاف دي يو اس دي، وعندك هنا عمله البي ان بي. انا بختار عمله الاف دي يو اس دي لانها زيها زي اليو اس دي تي، فابدا ادوس عليها كده. فتح معايا ايه؟ بيقول لي حضرتك انت ما عندكش اف دي يو اس دي ولا عندك بي ان بي. طبعا لو ضغطنا كده على معلومات المشروع بتفهم من هنا كل حاجه عن المشروع. مديك تقرير البحث عن عمله بورتال، موقع الويب الخاص بالعمله، وزي ما انتم شايفين هي منصه العاب عبر السلاسل تحمل على عاتقها مهمه ضم المزيد من اللاعبين. عايزين يدخلوا اكبر عدد من اللاعبين الى الموقع او الى المنصه. هنرجع كده لكلمه المجمع، وبعد كده لازم نتصرف في وجود عمله الاف دي يو اس دي. اعمل ده ازاي؟ ارجع كده للصفحه الرئيسيه بالشكل ده، وابدا ادوس على علامه باينانس اللي فوق دي يا شباب، ادوس عليها كده، وبعد كده اختار من هنا تحويل. طيب ما لقيتش تحويل هنا، هدوس على المزيد من الخدمات وانزل تحت كده لحد التداول اهي، وبعد كده هلاقي تحويل هنا، ادوس على تحويل. انا عايز احول يو اس دي تي، احولها لايه؟ اف دي يو اس دي، اللي هي دي يا شباب، اف دي يو اس دي. بعد كده هدوس على حد اقصى، احدد كل اللي موجود معايا من اليو اس دي تي احوله للاف دي يو اس دي، وادوس على معاينة التحويل، ااكد مرة تانية. ممتاز جدا، كده اصبحت معايا عملة الاف دي يو اس دي. ارجع كده مرة كمان مرة، ارجع للصفحة الرئيسية، وارجع مرة تانية اضغط على العملة من القوائم الجديدة او ابحث عنها هنا في اللانش بول. بعد كده ادوس على منطقة الاطلاق، دخلني للعملة مرة تانية، وبعد كده عند الاف دي يو اس دي هدوس على تخزين. ممتاز جدا جدا. بص بقى ايه اللي حصل، ظهر معايا هنا كلمة تخزين باللون الاصفر، ما كانتش موجودة الاول لان ما كانش معايا اف دي يو اس دي، دلوقتي ظهرت معايا. هبدأ ادوس على كلمة تخزين، وبعد كده ادوس على حد اقصى وادوس على تخزين. تم ربط بنجاح. ايه بقى اللي حصل هنا يا شباب؟ زي ما انتم شايفين كده، عندي هنا حصة التخزين، المبلغ اللي انت عامل له ستيكنج او تخزين، هنا المكافأة المستلمة من العملة، هنا المكافأة الغير مطالب بيها. طبعا انا كنت شرحت الموضوع
فبقيت شرحه بس عشان يوصل لحضراتكم بشكل اكتر. دلوقتي انت مع الوقت لما بيعدي وقت عليك في الستيكنج او في التخزين بتلاقي العمله بتتجمع معاك هنا، كل ساعه ولا ساعتين بتلاقي كميات العمله بتتجمع معاك هنا حسب راس مال بتاعك. فانا دلوقتي هدوس على كلمه مطالبه كده، انا طالبت بالكميه الصغيره دي اهي، المكافآت المستلمه. كل ما كان المبلغ ده اكتر كل ما عدد الكميات العمله بتزيد هنا بيكون اكتر، وبعد كده بتدوس انت على مطالبه واصبحت الكميه دي متوفره معاك. والكلام ده بيحصل لمده 7 ايام. بعد ال7 ايام بتلاقي المبلغ ده رجع لك على محفظتك وبترجع تحوله تاني لليو اس دي تي. يعني انا دلوقتي ارجع كده مره كمان وادوس على المحفظه اللي تحت دي يا شباب اهي، وبعد كده بدوس على الفوري. لو لاحظتوا هتلاقوا معايا المبلغ زي ما هو، الربح بتاعي او الرصيد بتاعي زي ما انتم شايفين اهو 104 بشكل كامل، مفيش مشكله. ادوس كده على الفوري وهتلاقي طبعا عمله الاف دي يو اس دي مش موجوده معايا. ايه ده؟ فين ال$100؟ ال$100 موجودين في خانه الارباح اهي، ادي ال$100 يا شباب. لما بيخلص الفتره بتاعه الستيكنج اللي هي دي يا شباب التخزين اهو، بتتجمع معاك العمله هنا، بتلاقي الاف دي يو اس دي اترحلت مره تانية لوحدها للفوري لهنا، وبعد كده حضرتك بتروح تحولها زي ما انا حولت اليو اس دي تي وبترجعها تاني لليو اس دي تي. وعندي اهو يا شباب عمله بورتال اهي، دي الكميه الصغيره اللي جات لي من خلال الستيكنج. واول لما بتنزل تداول بتعرف سعرها طبعا، وبناء على الكميه اللي معاك بتبدا تبيع القطع اللي وصلت لك، والربح بتاعك بيكون حسب سعر القطعه في العدد اللي عندك، وبتقدر تحولهم وبتقدر تبيعهم في سوق التداول زي ما قلت لحضرتك بالطريقه اللي تعجبك. وبكده اكون شرحت لحضراتكم طريقه كويسه جدا جدا للربح من منصه الاطلاق داخل منصه باينانس او ما يسمى باللانش بول. هسيب لك الشروحات كلها في وصف الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.